سيدة أمريكية بتسوق العربية بتاعتها الساعة 2 بالليل على طريق شبه مهجور. المكان هادي جدا والدنيا ضلمة حواليها، وتحس كده إن في شيء من الرعب. المهم اتفاجئت إن في شخص مجهول كان ظاهر غفلة على جنب الطريق. الراجل شكله مريب جدا، ومحدش عارف إيه اللي جابه هنا، خصوصا إن الوقت متأخر، وكمان الطريق ده محدش بيمشي فيه على رجليه نهائي. على كل حال كان واقف في نص الطريق وقعد يشاور للست بإيديه علشان تركن العربية على جنب وتقدم له المساعدة اللي هو محتاجها. لحد هنا الأحداث مجهولة، ومحدش عارف إيه الأسرار الغامضة اللي بتدور حوالين شخصية الراجل ده. بالرغم إن السيدة الأمريكية كان معاها أطفالها التلاتة في العربية، إلا إن هي مخافتش عليهم من اللي ممكن يحصل، وعلى طول ركنت العربية على جنب علشان تنزل تقدم له المساعدة. وده يعني نوع من أنواع الإنسانية ومساعدة الآخرين. وبعد ما ركنت العربية على جنب الطريق، في لمح البصر الشخص ده كان جري ناحيتها علشان يطلب الحاجة اللي هو عايزها. وأول ما وصل عندها طلب منها إن هي تنزل من العربية وتاخد ولادها وتمشي فورا من هنا. وطبعا كده الأسرار اتكشفت، والراجل ده كانت نيته سيئة من البداية، وإن هو يعني عايز يسرق العربية. الست قعدت تصرخ في وشه ورفضت إن هي تسلم العربية بتاعتها، ومش عارفة كمان هتروح إزاي من المكان ده ومعاها أطفال صغيرين. وبدأت تشغل العربية وتمشي وتتجاهل الموقف كأن مفيش أي حاجة خالص بتحصل. وفي لمح البصر الشخص المجهول ده كان طلع مسدس كان مخبيه معاه، ومن غير أي تفاهم منه كان أطلق عليها الرصاص هي وأطفالها التلاتة. ولما حس إنهم فرقوا الحياة كان هرب فورا قبل ما أي حد يعدي ويكتشف الجريمة اللي هو ارتكبها. الأحداث اللي فاتت دي كانت مقدمة للفيديو بس، علشان ما بحبش أطول عليك تعالى نختصر القصة. تابع معايا الفيديو للنهاية. أولا الست دي اسمها ديانا داونز وعمرها 29 سنة، وأولادها هم كريستي 8 سنين وشيريل 7 سنين، وأصغرهم داني وده كان 3 سنين. المهم السيدة الأمريكية دي كانت كتب لها عمر جديد، وده لأن الطلقة جت في دراعها الشمال، وقدرت إن هي تقاوم الإصابة، وعلى طول ساقت العربية على أقرب مستشفى. وحرفيا الدنيا هناك كانت اتقلبت، 4 حالات حرجة داخلين في وقت واحد. الأطباء والممرضين قاموا بإدخالهم فورا على غرفة العمليات، وبما إن الأم الإصابة كانت في دراعها، فدي كانت حالتها الصحية مستقرة بدرجة كبيرة. وخلال الأحداث دي كلها كانت إدارة المستشفى اتصلت بالشرطة تبلغهم بكل اللي حصل. ومن هنا اتجه فريق من المحققين علشان يمشوا في القضية ويعرفوا ايه اللي حصل بالظبط، ويقدروا يحددوا هوية المجني عليه. وطبعا الأم حكت الكلام اللي من شوية. المهم الشرطة سألوها إذا كانت فاكرة أي ملامح من الشخص اللي اعتدى عليهم، فقالت إن شكله في أواخر العشرينات من عمره، ودقنه خفيفة، وشعر دماغه واصل لحد كتفه. وهنا الشرطة طبعت له زي صورة أو رسمة تخيلية للبحث عن أي شخص مشتبه فيه أو بيحمل نفس المواصفات دي. بعد شوية بلغ الأطباء إن في حد من الأولاد كان توفى، والاتنين الباقيين حالتهم حرجة جدا. من الطبيعي إن الأم لما تسمع الأخبار دي على الأقل تنهار من العياط وتفقد أعصابها، لكن الأم اتعاملت مع الأخبار دي بكل هدوء وأريحية، كأن مفيش حاجة حصلت أو الموضوع عادي جدا. والنقطة دي كانت شككت المحققين فيها، وهنا فكروا إنهم يفحصوا العربية على أمل يوصلوا لمعلومات جديدة. طبعا الأولاد كانوا في الكنبة الورانية واللي كانت ملطخة بالدماء، لكن لفت نظرهم حاجة غريبة جدا، باختصار إن الكرسي بتاع السواق ما كانش عليه أي آثار عنف أبدا، ولا حتى أي علامات فيه لاختراق الرصاص. والحتة دي عكس كلام الأم، واللي قالت في التحقيق إن الجاني ضرب عليهم الرصاص وهو واقف جنب كرسي السواق من الخارج. الشكوك كلها اتجهت ناحية الأم، أعصابها باردة وكلامها كله متناقض، وكل شوية اتغير في الرواية أو الأحداث. لكن المحير في القضية هنا إن مفيش أي دليل قاطع يقول إن هي اللي عملت كده في أولادها. وزي ما بنقول يشاء السميع العليم إن في واحدة من الطفلتين اللي حالتهم حرجة كانت بدأت تفوق، وتم إنقاذها من الموت على آخر لحظة. والشرطة عرفت من الأطباء إن حالتها بدأت تستقر نوعا ما، وكان عندها الوعي الكافي لأي أسئلة بسيطة. المحققين سألوها بكل هدوء مين اللي عمل فيكم كده، فردت وقالت إن والدتها هي اللي أطلقت عليهم الرصاص، وهي مش عارفة ليه أمها عملت فيهم ده كله. وهنا تم اتهام الأم في القضية بشكل مباشر، وعلى طول اتحولت للمحاكمة. قالت في الجلسة إن هي خططت للجريمة بكامل إرادتها، وساعتها خدت ولادها في رحلة قصيرة بهدف إنها تزور واحدة صاحبتها. وبعد ما أخدت معاها اليوم كله، مشيت من عندها على حوالي الساعة 2 بالليل، وطبعا كانت مجهزة مسدس ومخبياه في العربية.
ولما مشيت في الطريق اللي هو شبه مهجور كانت بدأت تهدي السرعة واحدة واحدة وبالتدريج لحد ما وقفت. وبالصدفة واحد كان شافها قبل ما تقتل ولادها، وكان مستغرب جدا وبيسأل نفسه ليه الست دي سايقة بهدوء مع ان الطريق متسفلت وتقدر يعني ان هي تسرع براحتها. وساعتها الشخص ده قال المعلومات دي للشرطة بعد ما سمع بالجريمة. المهم بعد ما الأم ركنت العربية على جنب كانت أطلقت عليهم كلهم الرصاص، وبعد كده ضربت طلقة في دراعها الشمال، وده طبعا علشان تبان إن هي واحدة من ضمن المصابين ويعني تسبك الدور على قد ما تقدر. لكن اللي ما عملتش حسابه أبدا إن في حد من ولادها هيفوق في المستشفى ويشهد عليها وعلى كل اللي هي عملته فيهم. بعد ما عرفنا مين اللي ورا الأحداث أو الجريمة وإزاي تمت، هيتبقى أهم سؤال عندنا: إيه هو السبب أو الدوافع اللي تخلي الأم تقتل ضناها واللي المفروض إنهم أعز ما تملك في الحياة؟ باختصار شديد إن السيدة ديانا كانت منفصلة من زوجها، وبعد الانفصال بفترة كانت اتعرفت على عشيقها روبرت، واللي غالبا هو السبب الحقيقي ورا كل اللي حصل. روبرت بلغ ديانا إنها مجرد نزوة في حياته الشخصية، وإنه ما يقدرش يتجوز ست معاها 3 أطفال. ففكرة إنها تتخلص منهم كان يعني مجرد اعتقاد خاطئ إن هي لما تقتلهم فروبرت هيوافق يتجوزها، مع إنه رفض إن هو يطلق زوجته علشانها، مع إنها برضه طلبت منه كذا مرة الانفصال عن زوجته، وهو كان بيرفض الكلام ده في كل مرة بتطلب نفس الطلب. وفي النهاية هي اللي دفعت التمن هي وأولادها، وروبرت عاش حياته ملك من غير حتى ما يتأثر بكل اللي حصل معاها، وده نتيجة غبائها. القضية ديت كانت في سنة 1984، وبالنسبة للمحاكمة فالقاضي كان حكم عليها بالسجن المؤبد، يعني عمرها كان 29 سنة، فهتخرج من السجن في حدود 54 سنة. يعني من الآخر كده ضيعت سنوات شبابها. الغريب في قضيتها إنها كانت بتبتسم قدام عدسات الكاميرا لما كانوا الصحفيين بيصوروها. بصراحة ما تفهمش دماغها كان فيها إيه. ولو كانت عايشة لحد دلوقتي فهتلاقيها في عمر 70 سنة، وخرجت من السجن من حوالي 15 سنة. ولحد هنا القصة انتهت. ما تنساش لو عجبك الفيديو تدعمني بلايك واشترك في القناة وتابع كل جديد أنا بقدمه. اتأكد من تفعيل الجرس على الكل. واخر حاجة بس شارك المحتوى علشان القناة تكبر بيك واقدر استمر معاك الفترة اللي جاية. سلام.